السلام عليكم ورحمة الله. بالفترة الأخيرة قبل امتحانك طبيعي تشعر أنك ما ملحق، طبيعي تشعر أنك ما عرفان من وين تبدأ وتذاكر، طبيعي تشعر أنك نسيان. هذا شعور كل مين درس وتعب واجتهد وعرف ضخامة الموضوع، عرف أنه موضوع الدراسي وموضوع الامتحانات ما شيء هين، بده تعب، بده جهد، بده اجتهاد، بده جهاد، بده دراسي، بده عمل، بده سعي. هذا الموضوع طبيعي جدا، وهذا شعور الأنبياء عليهم السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يقول: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، مع أنه كان نبيا. طيب ليش قال هيك؟ لأنه علم أن الإيمان ليس مجرد قول، ما مجرد أنك تقول أنا مؤمن، ما مجرد تقول يا رب نجحني. عرف أن الإيمان بده تعب، بده جهد، بده سعي، بده جهاد. والله تعالى قال: في كل من اجتهد وعمل وتعب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا تخاف من هالشعور أبدا، لأنه هو الشعور الذي يدفعك لتكمل دراستك لآخر لحظة. الأمر الثاني، ضروري جدا تلتزم بهالأمور لآخر امتحان بدك تقدمه. إذا بتلتزم فيها طوال عمرك تجد أثرها في حياتك. أولا، وقبل دراستك صباحا صل ركعتين ضحى وادعو الله تعالى، وابدأ دعاءك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قل: اللهم إني أستودعك ما أحفظه لحين حاجتي إليه. اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. اللهم يا وهاب ألهمني الصواب في كل سؤال وجواب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم وبعد الانتهاء من دراستك ليلا تصلي ركعتين قيام ليل لا يطلع عليها أحد، ثم تدعو الله بهذا الدعاء: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب افتح علي فتوح العارفين، وفهم النبيين، وإلهام ملائكتك المقربين، وتوفيق عبادك الصالحين. اللهم أعطني وأكرمني على قدر كرمك وجودك، لا على قدر تعبي وسعي، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تستغفر الله تعالى 100 مرة كي تصفي قلبك من أي شوائب تنسيك ما درست. الأمر الثالث والمتعلق بالاستغفار أيضا، ضروري جدا توقف أي شيء ممكن يعكر عقلك وممكن يشغلك عن الوجهة الأساسية. وأهم هذه الأمور السوشيال ميديا. إن السوشيال ميديا عم تعرض لك أشياء، يا ناس عم ترقص، يا أما جدالات وخلافات، يا أما أمور بتخليك تلتفت عن الوجهة الأساسية وملتفت لا يصل. ولما توقف السوشيال ميديا وما تفتح الإنترنت غير للأمور المهمة والأشياء اللازمة، رح تلاقي حافظتك عم تتحسن، والشيء اللي درسته عم يرجع لك حتى خارج أوقات الدراسة. واللي بيساعدك على هالشيء هو الاستغفار. فلما تستغفر وتصفي قلبك وعقلك من أي شوائب ما لازمة أبدا، حافظتك تتوسع جدا. الإمام الشافعي شكى سوء حفظه لشيخه، وكان يدعى وكيع، فقال له: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فلما توقف النظر لأي شيء ما لازم، لأي شيء عم يعكر قلبك وعقلك، يهديك الله لنوره ويفتح الله عليك فتوح العارفين. الأمر الرابع، طبيعي جدا من خوفك إنك تنسى، ولكن الله تعالى أرشدنا إلى طريقة نذكر فيها ما نسينا. فقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: واذكر ربك إذا نسيت. طيب شو قول يا رب؟ قال تعالى لنبيه: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فإما أنك تقول هالجملة، أو أنك تستغفر الله تعالى، أو تصلي على رسول الله. فالصلاة على رسول الله أوقات النسيان تذكرك ما نسيت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة عندما سأله: أجعل دعائي كله صلاة عليك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. خامسا، ما دمت عملت اللي عليك خليك راضي، لأنها رحلة ورح تخلص، وبإذن الله رب العالمين رح يعطيك أضعاف ما تعبت وما سعيت. لكن لا تسمع لأي ظن باليأس، لأنه هذا الظن شيطاني. الشيطان بده إياك دائما بحالة يأس وحالة خوف. الله تعالى قال فيه: الشيطان يعدكم الفقر. والله تعالى قال في مواضع أخرى: ولا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا من روح الله. ورب العالمين عالم بظروفك، عالم إنك ربما عم تسعى وعم تشتغل بشغل محدد، عالم إنك ربما عم تسعى ومريت بمرحلة انتكست فيها، عالم إنه ربما أحوالك المادية صعبة وأهلك عم يحاولوا كيف ما كان يدبروا حق الدروس اللي عم تدرسها، عالم إنه ربما توفى أحد أقاربك أو دخلت المشفى أو عانيت من شيء محدد خلى دراستك تتراجع بلحظة معينة من الزمن وهلأ عم تحاول تعوض. رب العالمين عالم بكل الظروف اللي مريت فيها. مع علمه بهذه الظروف أمرنا بالسعي، لأنه سيعطينا القوة لمواجهة هذه الظروف. السيدة مريم والدة سيدنا عيسى عليه السلام كانت في مرحلة المخاض،
كانت في مرحلة الولادة، مرحلة صعبة جدا، مع ذلك أتاها أمر الله تعالى بالسعي، فقال الله تعالى لها: وهزي إليك بجذع النخلة. إنسان عادي يصعب عليه أن يهز جذع النخلة، فما بالك وهي بمرحلة المخاض. مع ذلك امتثلت لأمر الله، فأعطاها الله تعالى القوة لهز جذع النخلة فتساقط عليها الرطب. وليس ذلك فقط، فقال الله تعالى لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فما بس أكلت وشربت وشبعت، لا أبدا، أعطاها الله تعالى أضعاف ذلك، أعطاها الله تعالى قرة العين. فعندما يرى الله تعالى مواجهتك لظروفك ويرى منك صدق التوجه والسعي والإرادة، يعطيك أضعاف العلامة التي تتمناها وأضعاف السعي الذي تسعاه. ولو كنت لا ترى آخر الطريق، سيدنا موسى عليه السلام كان البحر من أمامه وفرعون من خلفه وقومه يقولون له: إنا لمدركون، ما عاد في حل أمامنا أبدا. فقال سيدنا موسى واثقا بربه: كلا إن معي ربي سيهدين. فأتاه أمر الله قائلا: واضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فنجا موسى وقومه وغرق فرعون ومن كان معه. لذلك خليك راضي، أنت عبد الله، والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر ما أنك تقول الحمد لله يا رب أنا راضي، الشكر هو العمل، هو التعب، هو الاجتهاد. الله تعالى قال لآل داود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. طيب ليش يا رب العالمين وقليل من عبادي الشكور، مع أنك بتشوف كتير ناس بتقول الحمد لله يا رب نحن راضين عن الحال؟ علامة الرضا عن الحال السعي رغم هذه الظروف التي نعاني منها. فعندما يرى الله تعالى صدق توجهنا يفتح علينا أضعاف ما تعبنا، مصداقا لقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلا تخف ولا تجعل الحزن واليأس يتسلل إلى قلبك، وأبشر بالفتح. وحتى لو شعرت أنك ما عاد تقدر تكفي، ما عاد تتحمل، بدك تاخذ نفس وترتاح شوي، فخذ الراحة على نية أن يعطيك الله القوة لإكمال المسير. وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. أسأل الله أن يفتح عليك فتوح العارفين وفهم النبيين وإلهام ملائكته المقربين وتوفيق عباده الصالحين، وأن لا يخيبك فيما سعيت لأجله، وأن يجعلك قرة عين أحبابك، وأن يفرح والديك بك. أسأل الله أن يعطيك على قدر جوده وكرمه لا على قدر تعبك. وكل ما ضعفت الهمة وحاول الشيطان يدخل لقلبك، دخول على الصفحة اعمل لايك وكومنت وسبسك. وكلما ضعفت الهمة وحاول الشيطان أن يدخل لقلبك، تذكر أبيات الإمام الشافعي التي يقول فيها: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا بغير كد أضاع العمر في طلب المحال. السلام عليكم ورحمة الله.